الفيديو ده بعنوان الولولة والصياح وصياح وضيع افريقيا. كلمتين لاحمد سليمان على السريع يا جماعه. احمد سليمان لما يكون عضو مسؤول في نادي المفروض ان هو نادي كبير، نادي الزمالك، وطبعا احنا بغض النظر عن التصريحات دي احنا مش شاغلين دماغنا بيها، بس احنا هنرد. بس لما تطلع تقيم نادي الاهلي وتديله تقييم 0-0-0، 3 اصفار تقييمك للنادي الاهلي في المونديال العالمي بعد ما رئيس الاتحاد الدولي اشاد بمستوى النادي الاهلي وجميع الصحف العالميه كتبت واشادت بمستوى النادي الاهلي، تيجي انت تقيم النادي الاهلي 0؟ طبعا ده لا يعنينا، ولكن تقدر تقول لي طالما ده تقييمك بقى. طبعا لو جينا نقيم نادي الزمالك هننزل بقى نقول ايه، من مليون تحت الصفر وطالع، وطبعا ده رقم شويه. تقدر بقى انت يا كومبارس يا نادي كومبارس، تقدر الاستاذ احمد سليمان تقدر تقول لي تقييمك وانتقادك لنادي الزمالك؟ فين نادي الزمالك من البطولات القاريه والمحليه؟ فين نادي الزمالك من كاس العالم للانديه ومشاركته فيه؟ فين نادي الزمالك من دوري ابطال افريقيا اللي بقاله 23 سنه ما اخدهوش ودايما كومبارس؟ فين نادي الزمالك وفين تقييمك وانتقادك لإدارة نادي الزمالك اللي عندها فشل ذريع بتورثه، وفشل يوم تلو الآخر، فشل ذريع في مفاوضات مع اللعيبة والتجديد ليهم، في جهاز فني بيمشي، في لعيبة بتمشي وديون متراكمة وإيقافات قيد وشكاوي؟ يا راجل ده انت من كتر اكل حقوق اللعيبه ناس ماتت وليها عندك فلوس. اجوجو الله يرحمه ويسامحه، ربنا يرحمنا من الاشكال دي، اجوجو مات وليه عند نادي الزمالك فلوس. فين تقييمك هنا وانتقادك لنادي الزمالك اللي انت اصلا اساسا عايش في فشل ذريع وحبه، وكل احلامك وطموحاتك وانبساطك وسعادتك على وش الدنيا انك تشوف النادي الاهلي بيخسر ماتش؟ يا راجل ده النادي الاهلي المكاسب اللي كسبها بس من دور المجموعات قد القيمه التسويقيه بتاعت النادي بتاعك، وانت كل يوم طالع تقلل من انجازات النادي الاهلي اللي هو اصلا في العالميه ومش شايفك، وانت كومبارس وهتفضل طول عمرك كومبارس. فين بقى تقييمك وانتقادك؟ فين انتقاداتك اللي انت قلتها من كام يوم على لعيبه نادي الزمالك؟ انك تحاول تشتغل وتبص للنادي الاهلي وللنجاح، بس للاسف انت خلاص جتتك نحست، اخدت على انك تكون كومبارس ووضيع. محدش يزعل مني، محدش يزعل مني يا جماعه، ده نادي فاشل عنده فشل ذريع، مفيش حواليهم غير الكلام. للاسف نادي الزمالك يا جماعه كبير، بس الناس الحشوه اللي في نادي الزمالك دي من اداره لاعضاء مجلس اداره لاعضاء جمعيه عموميه كل دول اصلا بيدرسوا الفشل الذريع، ما بنسمعش منهم غير تصريحات والشيكات المفتوحه وانتقادات ولاعيبه الاهلي. لا والاهلي بيمثل نفسه، لا ما بيمثلش مصر، لا احنا. اقسم بالله هتفضل طول عمرك كومبارس، واحنا مش شايفينك على فكره.